ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد شعبان من قناة سيف ستيب. النهاردة هنتكلم عن خطر غريب شوية مش هتشوف في اللوائح ولا في الجداول. خطر ممكن يكون واقف جنبك كل يوم وانت مش واخد بالك منه. الخطر ده هو الاعتياد أو الروتين اليومي. عارف لما تقول لأي حد خلي بالك، يقولك يا عم دي شغلانة بعملها كل يوم وحافظها صم. هنا بقى بتبدأ المشكلة الحقيقية. الفكرة الأساسية إن الدراسات بتقول إن أكتر من 70% من الحوادث بتحصل بسبب الإهمال الناتج عن التكرار. يعني العامل مش جاهل بالخطر لكنه اتعود عليه فبطل ياخد باله. هنا بنقول إن الملل أخطر من الخطر نفسه. طيب يعني إيه اعتياد؟ الاعتياد ببساطة هو إن المخ بيبطل ينتبه كل يوم نفس الطريقة، نفس الشغلانة، نفس الخطوات، فالعامل بيحطها على الأوتومود. يعني لو حصل تغيير بسيط زي سلك وقع أو أرضية مبلولة، هنا بتحصل الكارثة لأن العامل مش مركز، هو بيشتغل بعادة مش بوعي. زي مثلا عامل بيستخدم السلم كل يوم من غير ما يبص عليه، يوم يحصل كسر في درجة من درج السلم فيقع ويتصاب. فن الكهرباء بيبدل في لوحة شافها مليون مرة، نسى يقطع التيار، اتعرض لصعقة كهربائية. سواق رافعة بيتحرك في نفس المسار يوميا، نسى يشوف إشارة العامل اللي وراه، حصل اصطدام. كل حد مش جهل بالسلامة، دي ثقافة زايدة واعتياد قاتل. طيب ازاي نواجه خطر العادة؟ بنغير الروتين حتى لو بسيط. غير طريقة الفحص أو ترتيب الخطوات، أو خلي العامل نفسه يبدل المهام مع زميله كل فترة. بنعمل تول بوكس توك، اجتماع صباحي صغير بنذكر الناس كل يوم إن اللي عملته امبارح مش ضمان إنه آمن ليك النهاردة. التفتيش المفاجئ، افتح عينك على التفاصيل اللي الناس بقت شايفاها عادي. بتشارك، خلي العمال نفسهم يقترحوا أفكار لتقليل الملل والتكرار. التحفيز الإيجابي، اللي بيلاحظ خطر أو بيتصرف صح حاول تكافئه حتى لو بكلمة شكر قدام الكل. زي مثلا عامل في موقع كنت فيه بيشيل الطفاية الحريق كل يوم من غير ما يبص على العداد، لأن ده شغلانته كل يوم. يحصل حريق في يوم، الحقيقة لما استخدمها كانت فاضية، مش لأن محدش عارف لكن لأن العادة لغت الانتباه. من وجهة نظر الأوشا بتعتبر الاعتياد على الخطر نوع من السلوك غير الآمن، وبتوصي بالنقاط التالية. بتقول إيه؟ بتقول لازم يكون في تدريب دوري بيعيد تركيز العاملين، وبنغير أماكن أو طريق العمال لتجديد الانتباه. بنقيم المخاطر بانتظام لأن الخطر بيتغير حتى لو المكان هو نفس المكان. كلنا بنمل بس لازم نفضل صحيين. السلامة مش إنك حافظ الشغل، السلامة إنك فاكر الخطر كل لحظة. افصل بين العادة والانتباه، خليك دايما مركز لأن الغلطة واحدة ممكن تكلف حياة كاملة. لو الحلقة دي فادتك شاركني رأيك في كومنت، وافتكروا دايما إن السلامة مش عادة، السلامة وعي. السلام عليكم ورحمة الله.